السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال. رجعت لكم فيديو جديد، وصفة جديدة وهي وصفة البامية مع البطاطس. نشوف الفيديو للنهاية ونتبع الطريقة والمقادير. بسم الله نبدأ. في البداية أخذت حوالي كوب مربع من الزيت وسخنته، وأضفت عليه كيلو من البامية المغسولة والمصفاة من الماء، لازم تكون البامية مصفاة من الماء تماما. بس نقليهم بالزيت حوالي 7 دقايق. التقليب المستمر، والنار تكون يعني تحت الوعاء متوسطة، لا تكون شيء مرفوعة ولا زيادة، يعني واطية زيادة. بس هذه بعد 7 دقايق، هذه النتيجة المطلوبة. نصفي كل البامية من الزيت ونخليها على جنب. بعد ما كلينا البامية نجي نقلي البطاطس. قطعنا البطاطس إلى هذا الحجم ونقليها مع التقليب المستمر. البطاطس أخذت حوالي 10 دقائق. هذه هي النتيجة التي نحتاجها للبطاطس، تكون يعني ناضجة بنفس الوقت وتكون محمرة. بس نطلع كل الكمية من الزيت ونصفيها من الزيت، والزيت هذا اللي قلينا فيه البامية والبطاطس نتخلص منه ونخلي الوعاء فاضي. الآن أفضل الوعاء نضيف البطاطس ونضيف البامية عليهم كلهم مع بعض. هنخلي النار واطية، أقل من المتوسط، واطية جدا. بعدين نضيف البهارات، ملعقة من الملح حسب الرغبة، تقللوه تزيدوا حسب رغبتكم. ملعقة ونص من الكزبر الناشف، وملعقة من الكمون، ونصف ملعقة من الفلفل الأسود، وأيضا ملعقة صغيرة من الكركم، وملعقة مليانة من الثوم والزنجبيل المهروس. نخلط كل هذا مع بعض بعد التحريك الخفيف. البامية ما تنهري معنا أو تنهرس لأنها مقلية بالزيت. إذا مع نكون منتبهين نحرك بالراحة حتى نكون ضامنين إن البامية ما تنهري معنا. الفلفل الأخضر هذا لمحبين الأكل السبايسي، اللي ما يحبوا شيء السبايسي يقدروا يستغنوا عن الفلفل الحار. أيضا إذا تحبون أن تضيفوا قليل من الشطة الحمراء البودر تقدروا تضيفوا. بس هذه تكون معانا الأكلة أكلة سهلة وسريعة وبنفس الوقت مغذية. بس نغرفها في طبق التقديم، وهذه وصفتنا لليوم. أتمنى أن الوصفة تعجبكم وأن تجربوها، وأيضا أن تشتركوا لي في القناة. اللي أول مرة يشاهدوا في القناة مش مشتركين في القناة، ياريت تشتركوا في القناة وفعل زر الجرس حتى يصلكم الجديد. وانتظرون في جديد وصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.